المنتخب المغربي تأهل للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على منتخب إيران، وأيضا سيواجه في ربع النهائي زي المرة اللي فاتت بالظبط منتخب البرازيل في دور الثمانية. موقع كورة أونلاين من مصر قال رسميا منتخبنا المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم كتيبة هشام الدكيك للعز. وأيضا الصحف الإيرانية قالت إيران خارج كأس العالم لكرة الصالات، وواضح جدا الحصر على الإعلام الإيراني اللي كان بيرشح قبل البطولة منتخبات البرازيل وإسبانيا والأرجنتين والبرتغال وإيران، 5 منتخبات إن هم يقدروا ياخدوا كأس العالم. حتى الآن وإحنا لسه بنلعب دور ال16 إسبانيا خارج المونديال، البرتغال خارج المونديال، وإيران خارج المونديال، والثلاثة من ضمن أول 5 منتخبات في التصنيف العالمي. الموقع أو قنوات بي إن سبورتس القطرية قالت عاجل المغرب يعبر إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بفوز المثير 4-3 على إيران. موقع البطولة المغربي قال في مباراة مثيرة وعصيبة المنتخب المغربي يتأهل للمرة الثانية على التوالي إلى ربع نهائي كأس العالم داخل القاعة. أيضا موقع النادي الهولندي نادي تايجر ريموند اللي بيلعب فيه وبيديره فنيا يعني أصول مغربية أو لاعبين وأطر مغربية، نادي تايجر ريموند اللي بيبارك لمنتخب المغرب وبيقول حظ موفق لسفيان الشعراوي وأسود الأطلس نيابة عن تايجر ريموند. طيب موقع وين اللي قال كأس العالم صارت لعبتنا، أسود الأطلس تظهر في الصالات، المنتخب المغربي بلغ ربع نهائي كأس العالم لكرة الصالات بعد فوزه عشية اليوم على نظيره الإيراني بنتيجة 4-3. المغرب ستواجه البرازيل يوم الأحد القادم. الصفحة الرسمية لكرة الصالات المصرية ولمنتخب مصر، المغرب يسقط إيران للمرة الأولى في مونديال الصالات ويتأهل لملاقاة البرازيل في ربع نهائي كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024. موقع ايجيبت سبورت قال المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بعد الفوز على إيران 4-3. ألف مبروك. أيضا قناة الإخبارية بي إن سبورتس عملت تقرير خاص عن المنتخب المغربي وقالت تقرير خاص حجز المنتخب المغربي مقعده في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بعد فوزه على نظيره الإيراني. المعلق المغربي جواد بد قال برافو هشام الدكيك وبرافو اللاعبين، تأهل مستحق لربع نهائي كأس العالم للفوتسال. المغاربة من طنجة العالية للكويرة العزيزة فخورين بكم. موقع فيفا الرسمي قال يوم تاريخي لمنتخب المغرب. ايضا موقع فوتسال بلانت العالمي المتخصص في الفوتسال قال منتخب المغرب اذهل ايران وفاز عليه 4-3. موقع الفيفا او موقع كأس العالم للقادم فيفا وورلد كاب قال هذه فرحة عالمية وقال منتخب المغرب الى ربع نهائي. المواقع الرسمية كلها للفيفا بتبارك وبتهني وبتشيد بأداء المنتخب المغربي. موقع كورة الموقع العربي الرياضي الأول قال منتخب المغرب يقهر إيران ويكرر إنجازه المونديالي. وكالة الأنباء القطرية قالت كأس العالم لكرة الصالات منتخب المغرب يفوز على نظيره الإيراني ويتأهل إلى ربع النهائي. قناة الرياضية المغربية كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة المنتخب المغربي يبلغ ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الإيراني. أصوات مغاربية المنتخب المغربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم عقب فوزه على المنتخب الإيراني. الصفحة الرسمية لمنتخب المغرب الأول والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نهاية المباراة بفوز وتأهل منتخبنا الوطني إلى دور ربع النهائي. قنوات أبو ظبي الرياضية منتخب المغرب لكرة الصالات يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم على حساب منتخب إيران. أيضا صفحة فوتسال إيران اللي كانت رشحت ال5 منتخبات قبل البطولة كان واضح جدا الحصر عليها في منشوراتها وعلى نقلها للخبر، وواضح جدا صور لاعبين إيران وهم في حسرة كبيرة. ماهر جنينة الإعلامي المصري المعروف في الشأن كرة القدم الإفريقية والرياضة الإفريقية قال المغرب إلى ربع نهائي مونديال فوتسال بالفوز على إيران.